هذا الإله الرحيم خلق الإنسان، بيبص للإنسان إزاي؟ إيه رؤية ربنا للإنسان؟ هتبتدي تقرأ آيات اللي هي أول آيات بقى بتتعامل مع ربنا والإنسان، اللي هي أول حاجة خلق آدم. هتشوف إن إله متفائل عايز يخلق بشر وهينفخ فيه من روحه، الروح ربنا، يعني حاجة هايلة بقى هتحصل يعني. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خلاص أنا هخلق خليفة ليا على الأرض، تكريم ما فيش بعد كده. يعني ربنا هيخلق إنسان هينفخ فيه من روحه وبعدين هيحطه على الأرض خليفة ليه. شيء هايل. طب الملائكة مالهم؟ مش معنى في القرار ده بالذات يعني. طب انت استشرت الملائكة قبل ما تخلق الجبال؟ تقريبا ما فيش اي حاجة بتقول كده. استشرتهم قبل ما تخلق الكواكب، قبل ما تخلق القرود، النسانيس، الضفادع، الصراصير. ما اقولكش بلاش الصراصير صوتهم مزعج، ما اقولكش التعابين رسوا الناس وخلاص ما حدش بيستفاد منهم بحاجة. لا، الانسان قال لهم انا هخلق خليفة، قالوا له لا بلاش. طب عرف علم الغيب منين؟ طب ما احنا عارفين انه لا يعلم الغيب الا الله. مش المفروض الملائكة ما بتعرفش الغيب؟ ربنا حاجب عن كل البشرية وكل خلائقه الغيب، ده اختصاصه هو بس. يعلم لا يعلم الغيب الا الله، مبدأ معروف. الملائكة عرفوا منين ان هذا الانسان سيسفك الدماء؟ هم اعترضوا الملائكة، قال تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك. لا، وغيرانين كمان، هيجيب لنا ضرة. عرفوا منين انه هيسفك الدماء وهيفسد في الارض؟ مفهوم الفساد اصلا جه منين؟ اللي كان على الارض لحد دلوقتي حيوانات وبتاع يعني خلاص حاجات كلها لا مكلفة ولا عاقلة. فمفهوم الفساد والافساد جه منين؟ احنا بنفكر مع بعض. يعني انا زي ما قلت لكم حطيت انا عباءة القدسية دي، شلت يعني زي ما يكون القرآن فيه ليه قدسية معينة كده ورهبة وما تقدرش تقرب منه. انا عن نفسي خلعت هذه العباءة وخلعت عباءة اي مشاعر محبة او كراهية لهذا الكتاب. بس المنطق بس هو اللي انا تحليت به وآلية البحث. الملائكة عرفوا الكلام ده منين واعترضوا ليه؟ وربنا صمم على مشروعه، قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. مش عارفين انتوا دماغكم تعبانة. أنا باصص لقدام، أنا عندي يعني مخطط معين مع هذا الإنسان انتوا مش عارفينه ومش هتقدروا تستوعبوه. ماشي، اخلق يا عم، يلا أنت ربنا بقى، ما هنعمل معاك إيه؟ جم خالق آدم ونفخ فيه من روحه، أكبر تكريم ممكن يحصل، وآمن بيه، يعني دافع عنه قصاد الملائكة. انتوا مش عارفين حاجة، ده حبيبي، ده بعد كده ده هيوريكم البدع، أنا هوريكم الإنسان ده هيعمل إيه في الأرض. خلق بقى وزي إيه، لسه السبوع شغال وفرحانين بالمخلوق الجديد بقى بتاع ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. كرمنا وفضلنا ورزقناهم، حاجة حلوة قوي. يعني المشروع ابتدى ينجح، المشروع ابتدى خلاص بقى، ربنا كرمهم وحملهم في البر والبحر واداهم حاجات جميلة جدا. الخليقة الجديدة حبايبي، آخر مشروع خلق أنا عملته كنت مدخره للآخر بقى، على السماوات والأرض والجبال والكواكب والمجرات والحيوانات والسمك والحيتان والبحار والقرود. خلاص بقى كللت خلقي وجبت الإنسان حطيته على الأرض وفرحان بيه وبكرمه. طيب خلقت الإنسان ليه بقى يا رب؟ بنتعرف من القرآن بقى، يعني حبة حبة كده عمال نستنبط
هو ربنا عايز ايه مننا بالظبط يا كابتن مدحت؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. مش عايز سندوتش منهم، أنا مش عايز فلوس. جميل، ربنا مش عايزنا نأكله، طبيعي يعني، اللي خلق البشر هيديله أكل، يجيبوا له أكل إزاي وهو بياكل أصلا؟ أو كلام عشان الوزن بتاع الآيات يعني. وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون. عايزين حاجة على وزن أون يا جماعة، عايزين حاجة على وزن أون يا جماعة. يطعمون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. حلو قوي البتاع. اقرأ بقى بصوت الشيخ عبد الصمد كده، ولا الشيخ مصطفى إسماعيل، تبقى هايلة، تبقى هايلة رائعة جدا. بس المهم عرفنا كده خلاص، ربنا خلق الجن والإنس مش عشان هم يعملوا أي حاجة لنفسهم، عشان يتعلموا شيء، عشان يستمتعوا بالحياة، عشان لا، بتوعي يعبدوني. زي واحد اشترى عبد من السوق عشان يقضي له احتياجات معينة. أنا واصطفيتك لنفسي، في آية برضو اصطفيتك، أنت بتاعنا، نفسي اصطفيتك. طيب هيعبدوك، ده الهدف من خلق الإنسان. مش عايز منهم حاجة غير إن هم يعبدوني، يؤمنوا بيا. عشان يعبدوك لازم يؤمنوا بيك الأول. طيب في آية بعد كده نزلت بيقول فيها إيه بقى؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني أنا خلقتهم عشان يعبدوني، بس أكترهم ما بيعبدنيش، إذا مشروعي فشل. فيجي يرد على اللي حصل ده يقول إيه؟ يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يكذبون. يا حسرة، في إله يقول يا حسرة؟ معروفة كلمة يا حسرة دي، المرارة، خيبة الأمل، disappointment زي ما بيقولوها بالإنجليزي، لغة بشرية قح. في إله بيصاب بخيبة الأمل؟ يا خيبة أملي فيكم. زي في مصر ده بقول زي الفلاح اللي غرق ذراه، يعني زارع غيط ذرة والغيط بتاعه غرق، فقاعد كده يا دي المصيبة، يا خرب بيتك يا عبد المتولي، يا حسرة، يا حسرتي. مفيش إله بيقول يا حسرة. دي مشاعر بشرية، مشاعر واحد بيدعو الناس لدين معين ومش مؤمنين بيه، بشر، فزعلان، فحاسس بحسرة، فبيعبر عن هذه الحسرة. طب ربنا يتحسر ليه؟ لو شفنا آيات قبل كده بقى، هو اللي بيقول فيها إن هو اللي بيقرر إذا كان الإنسان يؤمن ولا يكفر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني مشيئة الإنسان دي مرهونة بمشيئة ربنا، ربنا يقرر أنت تشاء. طب يبقى في حسرة ليه؟ ما هو مشيئتك يا رب. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يعني الهدى والضلالة في إيده هو. طب يبقى حسرة ليه؟ ما بإيدي. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. في آيات كتيرة على هذا المنوال بقى. اللي ربنا عايزه إن هو يؤمن بيشرح صدره للإسلام. ليه عمل ايه الراجل ده عشان ربنا يشرح صدره؟ ما عملش حاجة، ربنا عايز ده ينشرح صدره للإسلام. وده لا، غتت، ما يلزمنيش، مش عايزه، دمه تقيل. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب بتتحسر ليه؟ ما هو في ايدك انت، في مفتاح اهو بتعمله بتشرح بيه صدر الناس، وفي مفتاح بتقفل. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. بيقول لمحمد مش دورك، مش قضيتك انت، مش مشكلتك انت دي. زي بصوت احمد شوبير، ربنا هو اللي بيهدي وهو اللي بيضل. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون.
كله في ايد ربنا. الهداية من يؤمن من يؤمن، ومن يريد أن يضله، يعني ربنا بيضل ويريد أن يضل. برضو منهجية غريبة جدا. إله إيه اللي هو عايز يضل؟ زي بالظبط آية في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أنا أقف عند الآية دي وأفكر، المفروض الإله ده يكون طبيب القلوب والنفوس والأرواح، جاي يعالج مش جاي يمرض يزيدهم مرض. يعني تخيل أنت كده رايح لدكتور وتقول له يا دكتور أنا والله معدتي فوق المعدة كده تعبني شوية. فالدكتور ده جه عمل لك أشعة وبص على جوه كده لقى حصوة المرارة. قال لك يخرب بيتك، ده أنت عندك المرارة، استنى ما أحط لك حصوتين كده كمان وأحط لك كمان رمد في عيونك وأجيب لك انزلاق غضروفي، يلا روح أنت مريض أزيدك مرضا. هتسمي إيه الدكتور ده؟ أهطل، هتسميه متوحش، مش هتقول عليه ملاك رحمة، صح؟ مش هتقول وسعت رحمته كل شيء. أنا بفكرك بالآية الأولى المدخل. هو أسس صفاته، قال رحمتي وسعت كل شيء، يبقى زادهم الله مرضا دي محلها إيه من إعراب بتاعة وسعت رحمته كل شيء؟ أنا عايز أفهم، أنا بتناقش معك على فكرة حوارات كنت بتناقش فيها مع أبويا اللي علمني القرآن. الآيات دي بالظبط، أن أنا أقف عند آية وأقول مش قادر أبلعها، في حاجة غريبة فيها، مش قادر أستوعب إن اللي قال ده هو نفسه اللي قال ده، واللي عمل ده هو نفسه اللي بيعمل ده.